إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معكم مي عبد الكريم، مذيعة قناة اليوم السابع الرياضي. مرحبا بكم في قناة اليوم السابع الرياضي، مع الإثارة، مع المتعة، مع الكورة نبتدي الحكاية. أهلا وسهلا بحضراتكم. مصر محظوظة في قرعة كأس العالم مع إيران وبلجيكا وفنزويلا. أوقعت قرعة كأس العالم 2026 التي جرت في العاصمة الأمريكية واشنطن المنتخبين الجزائري والأردني مع الأرجنتين بطلة العالم في المجموعة العاشرة، التي تعد المجموعة العربية الوحيدة التي تضم منتخبين عربيين، وتكتمل منتخباتها بمنتخب النمسا. وكان الأردن أول منتخب عربي يحجز مقعده في النهائيات التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة قياسية تبلغ 48 منتخبا بين 11 من يونيو و19 من يوليو 2026، وذلك للمرة الأولى في تاريخه. فيما تعود الجزائر إلى المونديال بعد غياب عن النسختين الماضيتين في مشاركتها الخامسة في تاريخها. وجاء المنتخب المغربي صاحب المركز الرابع في مونديال 2022 في المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل وهايتي واسكتلندا. أما تونس فستتنافس في المجموعة السادسة التي تضم كلا من هولندا واليابان والفائز من مواجهة أوكرانيا، السويد وبولندا، ألبانيا في الملحق الأوروبي. وتخوض قطر التي استضافت نسخة 2022 منافسات المجموعة الثانية أمام كندا وسويسرا والفائز من مسار الملحق الأوروبي الذي يجمع إيطاليا، إيرلندا الشمالية وويلز، البوسنة والهرسك. وجاء المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، بينما تلعب السعودية في المجموعة الثامنة مع إسبانيا والرأس الأخضر وأوروغواي. وفي حال تأهله عبر الملحق القاري سيقع العراق في المجموعة التاسعة التي تضم فرنسا والسنغال والنرويج. وتعد نسخة 2026 أول بطولة تقام بمشاركة 48 منتخباً، مع نظام موسع يمنح فرصاً إضافية للمنتخبات العربية والعالمية في بلوغ الأدوار الإقصائية. شكراً لمشاهداتكم. لو سمحتم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد من أخبار الكرة وأخبار اللاعبين والمباريات. كان في صحبتكم مي عبد الكريم.